السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو اللي نتمنى يلقاكم كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم راح نحضروا زوج وصفات. الوصفة الأولى هي هذا الطبق تاع اللوبيا مشروع بالدجاج، يجي بزاف بنين صدقوني، رائع، نتمنى تجربوه. والوصفة الثانية هي عبارة عن مطلوع يطيب في الفور، يجي ثاني خفيف، مهوي فارغ الداخل. تبعوا معايا الوصفة وطريقة التحضير لهذه الزوج وصفات. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش تلحقكم كامل اشعارات الفيديوهات تاعنا، وبارطاجيو الفيديو باش يلحق اكبر عدد من المشاهدين. هنا اولا واش عندي، راح نتبلوا الدجاج تاعنا. هنا في اناء عندي فلفل كحل، سكنجبير والعكري والملح وشويه زيت. هنا استعملت زيت زيتون وانتم استعملوا الزيت كما حبيتوا. نخلطوا هذا التوابل مليح، من بعد نحطوا اطراف تاع الدجاج. هنا استعملت هذاك الجزء العلوي تاع الكويس، بعد ما نحيتلو اكيد غسلته ونحيتلو هذيك الجلده كامل. تبلتهم بهذا التتبيله اللي درتها، وخليتهم يعني غطيتهم ببلاستيك غذائي وخليتهم جانبا يعني ساعه ولا زوج سوايع، يعني اقل شيء ساعه. خلوهم باش يتشربوا مليح هذيك النكهه تاع التوابل، باش كي نطيبوهم يعني يجوا عندهم نكهه مليحه. هنا غطيتهم بهذا الاكياس اللي نغطوا بهم الصحون وكامل. نخلوها قلت لكم ساعه حتى زوج سوايع. هنا نقوا اللوبيا تاعنا، اكيد كامل تعرفوا تنقوا اللوبيا، تنحوا لها ذوك الريصان من ومن، ولا كانت شويه عاصيه تنحوا لها ذوك الجزء العاصي. المهم هنا من بعد نجيبوا حبه بصل، نقطعوها شرائح رقيقه ونخلوها جانبا مع زوج ولا 3 سنات تاع ثوم. هنا في مقله حطيت شويه زيت، حطيت معاهم شويه زبده، خليتهم يسخنوا مليح، وحطيت هذوك الاطراف تاع الدجاج. تكون النار شويه قويه باش ذاك الدجاج يعني نعطوله اللون برك. هنا ماشي راح نطيبوه، يعني نعطوه اللون وممتو يطلق لنا البنه في هذيك المقله. هنا نحمروهم من زوج جهات ونخلوهم جانبا، باش نروحوا هنا نحطوا في نفس المقله نحطوا هذاك البصل اللي قطعناه رقيق. من راني حاطه هذيك اللوبيا نغليوها غير 5 دقائق برك في الماء، نغليوها 5 دقائق ونذبلوا هذاك البصل. كي يذبل شويه البصل اكيد نضيفوا له شويه ملح مع شويه هذوك السنات تاع ثوم ربيتهم في رقيق ونضيفوهم، نقليوهم هكذا. كي يبدا يذبل نزيدوا هذيك اللوبيا اللي قلت لكم يعني غليوها 5 دقائق ماشي اكثر، يعني ما نسحقوهاش طيب، من غير نحولها شويه برك هذيك اللون الاخضر هذاك اللي يطلقوا في الماء، غير شويه برك. من بعد نضيفوها للمقله ونحركوها هكذا، نخلوها واحد 5 دقائق نقليوها مليح مع البصل والثوم هذاك، وراح تتنكى بهذيك الزيت اللي قلينا فيها الدجاج. من بعد ما نقليوها هكذا ثاني حوالي 5 دقائق نحطوا معاهم هذوك الاطراف تاع الدجاج، اكيد ما همش طايبين لانه حمرناهم برك. نحطوا الاطراف تاع الدجاج كما راكم تشوفوا، ونزيدوا نمرقوا بكاس تاع الماء. هنا راني نحي هذيك العصاره اللي خرجت من الدجاج ضفتها للمقله تاعي، وزدت هنا مرقت بكاس تاع الماء. اكيد الدجاج هنا دوك يزيد يطلق الماء تاعو، واللوبيا ثاني والبصل كامل يطلقوا شويه ماء. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما طابت لي اللوبيا وطاب الدجاج، هنا واش درت، هنا تقدروا تخلوا يتجمر مليح الطاجين تاعكم وتقدموه. تقدروا هنا باش يعني تزكيوا على حساب افراد العائله. كما انا درت هنا البطاطا بطاطا حبات هذوك صغار قطعتهم كل حبه على 4 وقليتهم حمرتهم في الزيت. من بعد ضفتهم هنا، يعني اكيد البطاطا ماهيش طيبه 100% لانه راهي مقطعه خشينه. من بعد ما حمرتها درتها فوق هذيك اللوبيا، ودرت لها هكذا من الفوق المرق باش تتنكى هذيك البطاطا والطيب، وغطيتها باش نكمل لها طياب وتتجمر يتجمر الطاجين تاعنا، ونروحوا مع بعض نحضروا المطلوع تاعنا. هنا انا درت في البيترا، تقدروا ديروا يعني في باسينه عادي في قصعه عادي. حطيت 3 كيلات تاع سميد. هنا سميد لازم يكون رطب بالكامل رطب. نحطوا 3 كيلات سميد و3 كيلات تاع الماء. هنا كيد بالبول تاع الشوربه، تقدروا ديروا بالكاس.
هنا لاني درت بول تاع الشوربه درت مغرفه كبيره، خميره ونص، يعني قريب زوج مغارف، يعني مغرفه ونص تاع الخميره، مع مغرفه تاع السكر. اذا كان درتو بالكاس يعني ديروا غير مغرفه برك تاع الخميره. نخلطوا مليح هذا الخليط، الماء والسميد هذاك نخلطوه مليح. شوفوا كيفاش نتحصلوا على عجين يكون سائل. نغطوهم ونخلوهم حوالي 20 دقيقه باش كيفاش نقولكم باش تتفاعل الخميره، عفوا. بعد هنا بعد مرور 20 دقيقه زدت لها مغرفه ونص تاع الخميره تاع الملح عفوا، ومع مغرفه كبيره تاع الزيت. استعملت زيت زيتون، تقدروا تستعملوا اي زيت. بعد هنا نبداو نضيفوا الفرينه. هنا الفرينه على حساب نوعيه السميد ونوعيه الفرينه اللي استعملتوها، كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. هنا نضيفوا مع البدايه نضيفوا كيله الاولى، الكيله الاولى نضيفوها كامل، من بعد نخلطوا، من بعد نبداو في الكيله الثانيه. هنا انا دات لي زوج كيلات، يعني هنا راني نضيف في الكيله الثانيه بشويه، كل خطره نزيد شويه حتى نتحصلوا. هنا شوفوا راهي مازالها جاريه مليح، نزيدوا لها الفرينه غير بشويه. قلت لكم هنا درت لي زوج كيلات بنفس الكيله اللي كيلت بها سميد، يعني هذاك البول تاع الشوربه بنفسها كيلت به الفرينه وكامل مع الماء، يعني كامل مقادير. من بعد هنا بعد ما ضفت الكيله الثانيه كامل، هنا تحصلت على هذا الخليط. يكون اكيد ما يكونش متمسك بزاف وما يكونش جاري بزاف، يكون يعني جاري كما راكم تشوفوا. شوفوا القوام تاعها، شوفوا. هنا نخلوه يختمر، نغطوه ونخلوه يختمر، يتفاعل هكذا واحد 20 دقيقه. هنا يديكم واحد 20 دقيقه. بعد 20 دقيقه نصيبوه ختامر، نهبطوا له الخمور تاعو، من بعد نزيدو نغطوه. انا يعني في حوالي 10 دقائق ربع ساعه تكون طلعت المره الثانيه. من بعد نحوها هكذا في طاوله العمل ونقسموها، كنقرصوها قرصات، يعني حبيتوا ديروا قرصات صغار يعني كل فرديه، ولا حبيتوا ديروها وحده كبيره، يعني كل حبه وحده كبيره ومن بعد تقسموها. انا هاد الكميه درت لي نورمالمون 6 خبزات. من بعد مباشره نحطوهم في سميد، نرمدوهم في سميد ونحطوهم هكذا في الصينيه. من بعد نخلوهم يعني كي نكملوا كامل نخلوهم واحد 4 دقائق ولا باش تسهل علينا انه نحلوهم كيما راكم تشوفوا بسمك رقيق كامل حوالي نص سنتيم برك، باش تجينا الخبزه تاعنا ماشي خشينه بزاف وكل واحد كيفاش يحب الخبز تاعو. هنا ندردروا عليه سميد. هنا ننصحكم انكم عوض ما ديروا سميد تحت الصينيه ديروا ورقه طبخ احسن، لانه العجينه طريه راح تلصق لكم، ما تخليهاش تختمر. هنا شوفوا هنا في الصينيات هذو درت لهم ورقه طبخ، طلعوا لي احسن من اللي درت لهم سميد. شوفوا كيفاش طلعوا. اكيد نغطوهم قبل، نخلوهم يختمروا مره اخرى كي نشوفوهم طلعوا. ونديروا الفرن تاعنا يسخن في اقصى درجه، يسخن مليح حوالي نص ساعه هو يسخن باش نبداو نطيبوا الخبز تاعنا. شوفوا كيفاش يجي منفوخ مهوي الداخل فارغ. بعد ما نحوه من الفرن مباشره نغطوه هكذا بسربيته باش تولي هذيك السخانه لداخل ويطرى، لانه كي نحوه من الخطره الاولى من الفرن تحسوا هذيك القشره تاعو بالفوق يابسه، لكن كي جوست تغطوها دقيقه برك راح تطرى بهذيك السخانه اللي ترجع عليه. وشوفوا كيفاش يجي، راه هنا مازال سخون. شوفوا كيفاش يجي مهوي مفشفش وبزاف بنين وخفيف. تقدموه مع الطبق تاع اللوبيا اللي حضرتها معكم، وشهيه طيبه. استودعكم الله والسلام عليكم.